السنة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياداه لأمين السر الدائم لأكاديمية المملكة البغدادية بمناسبة إصدار ديوان مولاي عبد القادر العالمي، ونشرت في مقدمة كتاب ديوان السيد تامر المدغري في شيخ الزال مراد رئيس جمعية هواة الموسيقى العربية بطنجة. يوم كنتصادفوا مع المهرجان الوطني للملحون، وهي الدورة الأولى للدردمانة للفن الملحون. الدورة هذه غتكون هي افتتاحية إن شاء الله ديال الدورات المقبلة إن شاء الله. وهذه الدورة عملناها بالمناسبة الذكرى الخمسينية ديال المسيرة الخضراء والسبعينية ديال عيد الاستقلال، وبغينا نبرهنوا على أنه الفن الملحون راه هو موجود جا من الصحراء وطلع المغرب كله، وبناء على اللي هو دابا أصبح كمعلمة من عند اليونسكو اعترفت به 2013، فاصبح اليوم على انه خصو يتنشر في المغرب كله. فاحنا عملنا هذه الدوره هذه ان شاء الله باش نعرفوا به، وفي الاطار ديال الجمعيه ديالنا لان هي اقدم جمعيه ديال الموسيقى العربيه بالمغرب. دخلنا طبعا هذا الفصل هذا ديال الملحون، بحال اللي عندنا حنا عندنا الاندلسيه وعندنا الطرب. فكنشوفوا في المستقبل غادي يمكننا نعملوا عده برامج اللي غندخلوا فيهم يكون يعني ملتقى هو غادي يكون ديال الاندلسيات، ملتقى ديال الطرب المغربي والعربي بصفه عامه. فالجمعيه ديالنا كتطمح على انها تدعم دائما الطرب العربي بصفه عامه، وتبين طبعا الطبوع اللي هما مغربيه واللي هما في الحقيقه ماشي معروفين في طنجه كالملحون، لان الملحون ماشي معروف في الشمال بزاف. ولهذا بغينا احنا ندخلوه يعني بواحد النظره وفكره على ان غتكون دراسه الملحون الدردمانه بطنجه ان شاء الله. هذا هو الهدف اللي غادي نوصل له باذن الله. نور الدين الوجيه مدير مهرجان دردمانه لفن الملحون بطنجه. اليوم كنحتفلوا بالفن الملحون عبر ندوة علمية اللي كننظموها في إطار برنامج مسطر من طرف جمعية هواة الموسيقى العربية. هذا البرنامج فيه 3 أيام. فيه اليوم كاينة ندوة علمية اللي غادي نطرقوا فيها لفن الملحون وأثاره وكيفاش هو تخلق. غدا سيكون لقاء مع جوق وطني فيه 30 موسيقي و10 ديال المنشدين من أجل إعطاء لوحة فنية لطرب الملحون. وهاد المنشدين وهاد الموسيقيين جاوا من أطراف المملكة، من أرفود، من مراكش، من أزرو، سلا، مكناس. وبغينا حتى طنجة هي تحظى بهذا الفن العريق. غدا سيكون لقاء مع جوق وطني فيه 30 موسيقي و10 ديال المنشدين من أجل إعطاء لوحة فنية لطرب الملحون. وهاد المنشدين وهاد الموسيقيين جاوا من أطراف المملكة، من أرفود، من مراكش، من أزرو، سلا، مكناس. وبغينا حتى طنجة هي تحظى بهذا الفن العريق. ولذا فكرنا على أساس نخلقوا واحد المهرجان أول. هذا المهرجان، هذه الدورة الأولى غتكون كتمهيدية لدورات مستقبلية إن شاء الله. وبغينا ندخلوا الملحون من بابه الواسع.